هو العاده الرجال يخطب للمراه صح؟ ايه عدل صدق انا يوم خطبوني والله العظيم كان يقول انا ابي ولدك حق بنتي، عندي 2 بنات وواحده كذا وواحده كذا وما شاء الله. وهذا شنو رد ابوي؟ انا الحين خلي الموقف عادي يعني، بالعكس ترى يعني اذا انا اشوف رجل يستاهل انا زوجة اختي ليش لا صح عادي ولا عادي. اذا رجل ايه محترم وكذا عادي ما فيها شيء. بس شنو رد ابوي؟ انا الموقف على رد الوالد شنو هو رد مضحك، بس حسيت ان ابوي قالها يعني بطريقه ضحك بس هي جد. قال له الله تبي تاخذ سليمان؟ كان يقول ايه، كان يقول حبيبي هذا تعطيني عليه خلو. حلوة. قال له شلون؟ قال له تعطيني عليه خلو، هو اللي قايم فيني تدري شنو انا طرت؟ والله لو ما اتزوج طول عمري ولا اي عيال ولا هذا ورضا والديني اهم شيء، لان صدق حسيت ان ابوي ما يقدر يستغنى عني. فهذا الشعور ترى يعني ما يوصف ولا يتكرر. واقول لك انا الحمد لله قمت وابوي بار ابوي وللحين متحسف انه ما بريت فيه زياده. تخيل رايتك بيضة والله. لا والله اقول لك شيء هم مقصرين لان صدق يعني ربى وتعب وكذا وكذا وكذا، وكان هو ايدي يعني رفيج مو شو اسمه، وكان يزفني وكنت ازعل. الحين انا زعلان لاني كنت ازعل. تخيل زعلان على زعلي على ابوي. تخيل انا ليش كنت سليمان تزعل يعني لو انت لا إيه لا والله تحس فيها. ولا تقول لي يوم ويومين، لا دائما. والحمد لله انا الحين يعني قاعد اقوم في يعني حتى بعد وفاته قاعد اسوي اعمال خيريه حق الوالد. جزاك الله خير. يعني شوف احنا فريق الاستجابه والانقاذ اللي هو نساعد الناس. الله يعلم فوق انه حتى لما اطلع واحد من المغرز احتسب النيه حق ابوي، اقول سجل الاجر حق ابوي. اقسم بالله حتى لما اسوي الخير هذا اللي قاعد اسويه فدائما احسن نيه ان اقول حق الوالد لانه ما قصر ويانا الصراحه الحمد لله.